كان يا مكان في قديم الزمان كانت هناك نملة كسولة جدا لا تحب العمل، وكانت تعيش وتعتمد على إخواتها في العمل وجمع الطعام. وفي يوم من الأيام كانت النملة تخرج كل يوم تبحث عن طعام لتخزينه للشتاء، وكانت تظل في البيت نائمة، وتخرج أخواتها وأمها وأبيها للعمل لجمع الطعام، لأنه في فصل الشتاء لا تستطيع النملة الخروج من المنزل حتى لا تموت وتغرق في المياه. كانت مملكة النمل تعرف بأمر النملة الكسولة. وفي يوم من الأيام سمعت الملكة بأمر النملة الكسولة التي لا تخرج للعمل مثل باقي النمل، فطلبت في رؤيتها. جاءت النملة على مهر في كسل، وقفت أمام الملكة وقالت لها الملكة: أيتها النملة، لقد سمعت بأنك لا تعملين شيئا وتظلين نائمة طول اليوم. فقالت النملة في تكاسل: أنا لا أعمل لأن أمي وأبي وأخواتي يعملوا، فلماذا أتعب نفسي أيتها الملكة؟ فقالت الملكة: ولكن لابد أن تعملي أيتها النملة الصغيرة، فهنا في المملكة الجميع يعمل. فرفضت النمل الصغيرة أن تعمل، وقالت لها الملكة: عقابا لك فلن يطعمك أحد، فسوف تبحثين عن طعامك بمفردك وتقومي بتخزينه، وسوف تعيشين في منزل مستقل تعتمدين على نفسك. فرحت النملة وقالت: تمام، سوف أعيش بمفردي، هذا الشيء جيد، أفضل من أن يظل الجميع يوقظني كل يوم. سوف أنام براحتي، إن الطعام ليس كل شيء. قدمت الملكة منزلا جديدا إلى النملة الصغيرة، وطلبت منها أن تعيش فيه، وطلبت من جميع سكان المملكة بعدم مساعدة النملة الصغيرة في إعطائها أي طعام، فسوف تبحث عن طعامها بنفسها. سوف تخرج إلى الغابة وتبحث عن طعام. وفي اليوم الأول عاشت النملة في البيت، وظلت نائمة طوال اليوم، وعندما استيقظت مساء تبحث عن الطعام لم تجد شيئا. أخذت تبحث، لم تجد شيئا. شعرت بالجوع الشديد وبألم في معدتها. ذهبت إلى أمها تطلب منها الطعام، ولكن الأم رفضت أن تعطيها شيء. بقرار الملكة ذهبت إلى صديقتها، ولكن الصديقة رفضت أيضا أن تعطيها. فذهبت إلى أحد أخواتها، ولكنهم رفضوا أن يعطوها شيء. فلقد أمرت الملكة بعدم إعطائها أي طعام لتبحث عن طعامها بنفسها. ولكن كان الجو ليلا ولم تستطع الخروج إلى الغابة في الليل، فقررت البقاء في الصباح، وبعدها سوف تذهب للبحث عن الطعام. نامت النملة وهي تشعر بالألم الشديد من كثرة الجوع. وفي اليوم التالي وفي النهار خرجت النملة لتبحث عن طعامها. كانت النملة تشعر بتعب شديد، تريد أن تأكل أي شيء. أخذت تبحث وهي لا تستطيع السير. قابلها صرصور صغير وقال لها: لا أنت تذهبين، ولماذا أنت متعبة؟ قالت: إني أبحث عن طعام، ولكنني لا أجد شيئا. قال لها الصرصور: أيتها النملة، لابد أن تخرجي وتبحثي عن طعامك، العمل شيء مهم جدا في الحياة. قدم لها الصرصور الصغير بعض الطعام، وطلب منها أن تعمل وتذهب للبحث عن طعام، ولكنها بعدما أن أكلت وشبعت ذهبت للنوم، ورفضت أن تكمل بحثا عن طعام. وفي اليوم التالي ذهبت إلى الصرصور، ولكنه رفض أن يعطيها الطعام، وقال لها أن تذهبي وتبحثي عن طعام، فالجميع يبحث عن طعام. وفي اليوم التالي ذهبت إلى الصرصار، ولكنه رفض أن يعطيها الطعام. اذهبي وابحثي عن طعام، فالجميع يبحث عن طعامه. ذهبت النملة وأخذت تبحث عن طعام، ولكنها لم تجد، لأنها لم تعرف السبيل إلى إيجاد الطعام. ولا بد أن تسير في مجموعة مع النمل. وبينما هي تسير في الغابة كان هناك في الغابة طفلة صغيرة.
أسقطت بعض من سنابل القمح. فرحت النملة كثيرا بذلك الصيد، وأخذت حبة من القمح وحملتها فوق ظهرها بصعوبة، وعادت إلى منزلها وضعتها، ولكنها اكتشفت خطأ، فلا بد أن تخبر الجميع. فهناك الكثير من القمح، فذهبت إلى الملكة وأخبرتها بأمر سنابل القمح ومكانها. فرحت الملكة كثيرا لأن النملة وفرت عليهم البحث عن الطعام، وذهبوا وأحضروا القمح. وسكرت النملة، وعرفت النمل من يومها أهمية وقيمة العمل وعرفت النملة من يومها أهمية وقيمة العمل. فلا بد أن يعمل الإنسان حتى يحصل على غذائه، وحتى يحترمه الجميع. فالعمل شيء مهم جدا يا أصدقائي، والتعاون شيء أجمل.